عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشني قوي 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 من اخر فيديو. تعالوا كده، اول حاجة طبعا بنبتديها نصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. اللهم صل وبارك عليك. اللي يشوف قناتي لاول مرة من نوعات وصفات ام حلو زياد يحط اللايك ويعمل اشتراك على الفيديو بقى دوت النهارده. فيديو مخصوص علشان رسالة شكر وتقدير لحبيبة قلبي سفيرة السعادة بنت الامارات. مش عارفه والله العظيم، يعني اشكرها ازاي. في هدايا جات لي من سفيرة السعاده وفرحت ولادي والله وجبر. انا مسمياها مش سفيرة السعاده، لا، سفيرة الحب وسفيرة الفرح. بجد بجد يعني بتكبر بالخاطر والله العظيم. انا مجرد ما يعني انا على طول متابعاها وعلى طول بكلمها على المنتدى. جبرت بخاطري وفرحتني، قالت لي اتواصل مع غادة الكاميلي اللي هي ماسكه مشرفه القناه بتاعتها، وتوصلني هدايا. على فكره الهدايا مش بالقيمه الكبيره او مثلا بالكرتونه تجيلي كبيره، لا، الهديه بالحاجه اللي تيجي بس تبقى معنويه. بصوا تعالوا افرجكم بقى جابت لي ايه. ده تيشيرت كده اهو حلو، بصوا اهو، بصوا التيشيرت كده لزياد. الله، بصوا جمال التيشيرت. اشكرك يا حبيبه قلبي قوي قوي. بصوا، والتيشيرت كمان لحنين. على فكره والله العظيم يعني حاجه بسيطه بس بتفرح وتكبر الخاطر. بصوا التيشيرت جميل. وبصوا بقى حاجه حلوه قوي 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 اللي عجباني بجد، انا هحطها اخليها قدامي ذكرى بجد. انا مبسوطه اكتر حاجه في الهديه دي ان الحاجه دي هتيجي ذكرى قدامي وافتكر بيها سفيرة السعاده بجد والله العظيم. بصوا المج القمر العسل ده، بصوا المج القمر العسل ده اهو. بصوا احلى هدايا جات لي، بسيطه بس مش في القيمه نفسها، لا، في الحاجه اللي بتيجي، يعني في الحاجه اللي بتيجي اللي بيها تكبر خاطرك والله العظيم. وتملي اقول لها يا رب كده يخليكي تفرحي الناس اكتر واكتر، ويخليكي تجبري بالناس اكتر واكتر. مش انا بس، على فكره كل القنوات الصغيره بتفرحها. تاني مره رساله شكر ورساله عرفان لحبيبه قلبي بنت الامارات سفيرة السعاده على الهدايا الحلوه اللي وصلتها لي. على فكره الفيديو ده كان المفروض يتعمل، يعني الهدايا دي جايه لي من 30/5 او اول 6، بس لظروف النت عندي، النت مش كويس معايا. وقت ما هينزل لكم بقى معلش، يعني انا هحاول النت لما ينزل هنزله الفيديو ده، او انزل باقه على التليفون مخصوص عشان خاطر حبيبه قلبي انزلها الفيديو ده. على فكره والله 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 انا يعني الفيديو ده طالعاه علشان اشكرها. واجب عليا زي ما احنا يعني بنقول اي حاجه سلبيه، لا نقول الايجابيه كمان. يعني اي حاجه بتحصل معانا حلوه لازم نقولها، ومش عشان دعم، لا والله مش علشان دعم خالص، لا. انتوا لو تشوفوا قناتي انا مش قايمه على البث، لا، انا قناتي قايمه على الفيديوهات. انا ما بعملش بس غير كل فين وفين، يعني في الشهر مره. انا لو فعلا ببص للدعم كنت هعمل فيديوهات باستمرار كل يوم زي بقيه القنوات اللي هي طالعه بفيديوهات عشان تاخد دعم في البث، لا انا مش كده والله. عايزه اقول لها كمان حبيبه قلبي واشكرها قوي والله العظيم، اللي فرحتني برضو وانا فاتحه البث في نجاح زياد. فرحتني وقالت لي دي هديه لزياد. اشكرك يا حبيبتي، تملي جبره بخاطري، تملي مفرحاني. بحبك يا سفيرة سعاده، بحبك في الله والله والله. انا بدخل لها محبه في الله مش اكتر، يعني انا بحبها. بتعمل حاجات حلوه قوي للناس. بتعمل دلوقتي بتفرح ناس في مسابقات، وبتعمل عروض زي نظام مسابقات، اللي يجاوب اللي يكسب. دي حاجه حلوه قوي. بتحاول تساعد الناس بطريقه غير مباشر في القنوات الصغيره. انا بحب ادخل لها، بحب ادخل لك محبه فيكي والله، بحبك في الله حبيبتي يا سفيرة السعاده. احلى هدايا جات لي من سفيرة السعاده، واشكرك بجد وتملي ربنا يخليكي ويزيدك ان انت بتفرحي القنوات الصغيره، ويكبر بخاطرك زي ما بتكبري بخاطر الناس.
انا كان واجب عليا اطلب الفيديو ده، يعني انا ما بقاش عندي اصل او ضمير لو ما عملتش الفيديو ده. لا، لازم نطلع نشكر الحد اللي بيبعت لنا حاجه، اللي بيفرحنا، لازم واجب علينا. انا بجد جايه فرحانه له قوي. بص المج ده، عايزه اقول لك يا سفيره السعاده، على طول بشرب فيه بقى. انا من ساعه ما جالي وانا بشرب فيه والله العظيم الشاي اللبن بتاعي. وعايزه اقول لك كل ما هو محطوط قدامي كده بفتكرك بيه والله العظيم. يعني الحاجه دي ذكرى، ذكرى بجد. زي ما قلت لك حاجتك دي هديتك الحلوه ذكرى ليا. جت 9 دقايق ولا لسه؟ عشان الفيديو ما يطولش. 5 عشان ما اطولش عليكم يا حبايبي. عايزه اقول لك المره الثانيه بجد، انا مش طالعه الفيديو ده يا جماعه علشان دعم، لا والله ربنا وحده اللي عالم بنيتي. انا طالعه اشكر، واجب عليا ان انا اشكرها، واجب عليا ان انا اقول لها شكرا على هداياكي البسيطه. في قنوات بتجيلها هدايا كتيره من السعوديه ومن الامارات ومن الخليج، كراتين. لا، الحاجه مش بالقيمه الكراتين الكبيره. لا والله انا عايزه اقول لكم اول مره في حياتي من ساعه ما انا فتحت قناتي ان تجيلي هديه. بجد والله فرحانه جدا، انا فرحانه نفسي. هديه بسيطه بس عندي بالدنيا كلها والله، انها فرحت ولادي وجبرت بخاطرهم. وبرده كسبت، يعني دي اول مره اكسب معاها، وتاني مره كسبت معاها. ده دخلت مسابقه فوازير وكسبتني سوبر شات على فيديو عندي على التشكرات. وبدخل برضو، يعني كل هي عرض بتعمله مسابقات انا بدخل لها، واللي ربنا يجيبه اكسب ما اكسبش دي عند ربنا، دي ارزاق بقى. بس بجد انا لازم اطلع الكلام دوت واقوله. انا كسبت مع سفيرة السعاده مرتين، مره في الهدايا وجبرت بخاطر فرحتني، ومره في السوبر شات لما دخلت عندها على العرض وفرحتني على التشكرات. ربنا يجعلك دايما يا رب تفرحي الناس اكتر واكتر وتجبري بخاطرهم اكتر واكتر. انا بشوف يعني دعوه الناس بجد، بشوفها في التعليقات احلى دعوه، احلى الدعوات. والله بحبك في الله، بحبك في الله بجد بجد. وربنا يزيدك من نعيم الله يا رب كده، ويديكي اكتر واكتر عشان تفرحي الناس اكتر واكتر. عايزاكم في تعليق حلو تقولوا لي في التعليقات تحت ايه رايكم في الهدايا بقى ديت الحلوه اللي جات لي من سفيرة السعاده. تقولوا لي ايه رايكم ونشكرها كده على الهدايا الحلوه دهيت بتفرح والله. ما فيش غيرها هي اللي جبرت بخاطري. وعايزه اقول لكم كمان عشان ما انساش، يعني رساله ووجه حق. انا اللي خلاني اكمل $100 الشرط بتاعي الاخير سفيرة السعاده. انا كنت يعني على نص $100 الشرط الاخير. هي جت وفرحتني وكملتهولي، بس عشان اخده او اكمله لازم اجراءات، لازم افتح حساب ب 1800 جنيه. ادعوا لي كده اكمل بس ال 1800 جنيه، وهطلع لكم فيديو حلو قوي قوي. اطلع لكم اول مكسب، اول قبض ليا من قناتي من اليوتيوب، هطلع لكم بيه واقول لكم انا كسبت قد ايه واخدت قد ايه. لازم طبعا لازم بصي كل حاجه لازم اقولها. عملتها معايا سفيرة السعاده، فرحتني اكمل الشرط الاخير. احلى هدايا فرحتها لاولادي، بتفرحني بسوبر شات، بتشكرات، بتعمل حاجات حلوه كتير قوي. للمره المليون، للمره الرابعه، وهفضل اقولها، هفضل طول حياتي اقولها. سفيرة السعاده جبرة الخواطر. سفيرة السعاده مش سفيرة السعاده بس، لا، سفيرة السعاده والفرح والحب. علشان الفيديو ما يطولش عليكم يا حبايبي، لازم الفيديو ده كنت اطلع بيه. كام دقيقه زاد؟ 8 ولا 9؟ 9 دقايق. طيب كفايه عشان ما اطولش على حبايبي. بس فيديو كده لازم كنت اعمله، لازم مش كل حاجه نطلعها سلبيات، لا، لازم نطلع الايجابي اللي بيحصل لنا معانا. شكرا يا حبايبي. اللي يشوف قناتي يحط اللايك ويشترك في القناه منوعات وصفات ام حنين وزياد، وتابعوا قناتي وصفات وحلويات، احلى وصفات والحلويات، وروتين على قدنا كده اهوت، روتينات على قدنا. حبيبتي اشكرك الف شكر، يا رب دايما 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 في زياده، ودايما كده تفرحي الناس كلها. وشكرا يا حبايبي، وحطوا اللايك على الفيديو دهوت، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واستنوني في فيديو جديد.